بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته فهو أرحم الراحمين. محاضرة الليلة بإذن الله تعالى ستكون خاصة بمبحث الإدغام الكبير من الشاطبية، وفيه يقول الناظم رحمه الله تعالى: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المبتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوما آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل، بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضمومها أنكه ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. كما رأيتم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قسم باب الإدغام الكبير إلى قسمين اثنين، ولذلك ترون هنا مجعول عندكم باب الإدغام الكبير 42 بيت، في حين أن ما قرأته ليس بهذه الكمية من الأبيات، لأن هناك فصل آخر يتلو ما ذكرته الآن، وقد بوب له بإدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وهو تتمة هذا الباب. لكن أول ما بدأ الناظم رحمه الله تعالى بين وصدر هذا الباب بصاحبه، وهذا اعتمادا على ما ذكره في خطبة المقدمة عندما قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، يعني سأذكر لك أحيانا في أول الباب صاحبه، صاحب هذا الباب، وهذا أول الأبواب التي اعتمد فيها على ما ذكره في المقدمة،
وقد مر معه أيضا عندما أتى على عفوا عندما أتى على باب اللمات فقال: وغلظ ورش فتح لاما لصادها. وعندما ذكر مذهب الراء مذاهبهم في الراءات قال: ورقق ورش كل راء وقبلها. يعني هنا يصدر صاحب الباب، يقول الإمام ورش هو صاحب هذا الباب. الفتح والإمالة قال فيه: وحمزة منهم والكسائي بعده، يعني حمزة والكسائي هما أصحاب هذا الباب، وهكذا. فذكر أيضا أن الإمام أبو عمرو البصري هو صاحب هذا الباب، فقال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. أبو عمرو البصري فيه تحفلا. طيب، بداية نقول هنا أن الإدغام لغة هو أن تدخل شيئا في شيء. انتبهوا بارك الله فيكم لمن يكتب على الشاشة. ومنه قالت العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس. يعني ماذا فعلت؟ أدخلت اللجام في فم الفرس. وتقول أيضا العرب: أدغمت السيف في غمده، يعني أدخلت السيف في غمده، فهو إدخال شيء في شيء. طيب، اصطلاحا في هذا الفن في علم القراءات كان فيه خلاف كبير في التعريفات، يعني كل يريد أن يعطي تعريفا يضبطه به مسألة الإدغام. لعل يعني أبرزها وأهمها هو التقاء حرف ساكن بمتحرك، التقاء حرف ساكن بمتحرك، فهو هنا نشترط سكون الحرف الأول، ولذلك في الإدغام الكبير الحرف الأول متحرك والثاني متحرك فيسكن الحرف الأول، وما سمي الإدغام الكبير كبيرا إلا لكثرة العمل فيه مقارنة بالإدغام الصغير الذي يكون فيه الحرف الأول ساكنا ثم يليه حرف متحرك. فقلت: هو التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يصبح حرف واحد مشدد. هل سيكون مثل الحرف الأول ولا الحرف الثاني؟ يعني هل هو المدغم ولا هو المدغم فيه؟ المدغم هو الأول، المدغم فيه هو الحرف الثاني. هذا الحرف المشدد الذي سأنطق به هل هو الحرف المدغم أو المدغم فيه؟ انتبهوا، أجيبوني بالمصطلح، ليس الثاني والأول، ما أريد الأول والثاني الآن. نعم، المدغم فيه، حتى نميز، الأول هو المدغم والثاني هو المدغم فيه، هو المدغم فيه. فقلنا هنا يرتفع بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، أو كالثاني مشددا أحيانا يقولون، يعني المدغم فيه. يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، يعني سينطق بحرف واحد مشدد فقط، لا أتي بالحرف الأول وبعدين أتي بالثاني. وهناك من عرفه الإدغام بكونه هو النطق بحرفين، النطق بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. هناك من اختصر الطريق، قال: أن تنطق بحرفين حرفا واحدا، مثل ماذا؟ كالثاني مشددا. يعني مثلا قل ربي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل ربي، عندما أدغم اللام الساكنة في الراء هل أقول وقل ربي؟ لا. فالحرف الأول، الحرف الأول سيصبح مثل الثاني ساكنا إن شئت، فسكونه مع تحرك الحرف الثاني عندي تشديد الآن. يعني ماذا فعلت أنت الآن عندما تقول أنا قرأت وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما، أنت أدغمت اللام الساكنة في الراء، أنت أدغمت اللام الساكنة في الراء. أتكلم عن الإدغام الصغير، لا أخوض في الإدغام الكبير لأني
أقدم للباب أصالة، يعني الإدغام أصلا. فعندما أدغمت اللام الساكنة في الراء فأنا سكنت هذه اللام، جعلتها راء ساكنة. اختفت اللام، ليست الراء. اللام صيرتها راء ساكنة فصارت وقر، ليست وقل. ثم أدغمتها، ثم أتيت بالراء التي بعدها المفتوحة فصارت وقر ساكن متحرك، هذا هو المشدد. لذلك قالوا كالثاني مشددا. طيب ما هي أسبابه؟ أسباب الإدغام يحوم حول ماذا؟ ما هي أسباب الإدغام؟ من أجل ذلك أتيت بإدغام. لا، ليست الثقل والتخفيف. عندما تتكلم على الإدغام فأنت مباشرة تلمس مبحثا مهما في علم التجويد، وهو علاقات الحروف بعضها ببعض. مثل أرى الآن أمامي هي ثلاثة لا يخرج سبب منها أو سبب من الإدغام منها: تماثل، تجانس، تقارب. هي ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس. من أجلها نأتي بالإدغام، إما لمتماثلين أو متجانسين أو متقاربين. الكلام هذا مأخوذ في علم التجويد، نحن الآن في مرحلة متقدمة في علم القراءات، يعني فلن أخوض كثيرا فيه. ما هو أقسامه؟ قدمت لذلك وقلت هو صغير وكبير، إما أن يكون صغيرا أو كبيرا. طيب الآن ما هو شرط الإدغام؟ من الأول قلت الأسباب، قلت التماثل والتجانس والتقارب. الأقسام صغير وكبير عرفته لغويا اصطلاحيا، هذا أمر يجب أن يكون في مطبوع في الذاكرة محفور، لأن كلما تدرس باب الإدغام سواء كان ذلك في علم التجويد في علم القراءات فأنت دائما تأتي على ما ذكرته وتدندن حوله. طيب الآن ما هو شرط الإدغام؟ شرط الإدغام التقاء خطا ولفظا. هل هناك إضافة؟ سكون الحرف الأول. أن يكون في كلمتين. لا، لا، شرط الإدغام من كلمتين. لماذا؟ مناسككم، مناسككم سيأتي بعدها. الآن بديت يعني. نعم ممتاز. الآن أرى بعض الإجابات التي أريدها، ويعني تتم لما ذكرتموه بداية. نعم ممتاز. أو خطا فقط واسما ورسما. طيب شرط الإدغام اكتب عندك: أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا. شرط الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا، أو خطا لا لفظا. أعيد: شرط الإدغام أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا، خطا ولفظا، وهذا سيمر معي كثيرا، أو خطا لا لفظا. لماذا أقول لا لفظا أو خطا لا لفظا؟ حتى يدخل فيه مثلا إنه هو السميع العليم. إنه هو، إنه هو. هل يلتقي خطا؟ نعم، لكن لفظا لا. عند الصلة نحن نقول الصلة لهاء الكناية هي واو يؤتى هنا مثلا في هذه الحالة بواو لفظية لفظا لا خطا، يعني لا ترسم في المصحف. فالإمام السوسي سيمر معنا يقرأ إنه هو السميع العليم. لذلك أنا قلت قد يلتقيان خطا ولفظا، وهذا هو الأصل، أو خطا لا لفظا. وأيضا ركز معي، عندما أقول لك أنا نذير، أنا نذير، لفظا يلتقيان، صح أم لا؟ يلتقيان. عندما أقول أنا أصلها أنا نذير، والألف من أنا تحذف وصلا إذا أتى بعدها حرف متحرك
غير الهمز لجميع القراء حتى أخرج الهمز، همز القطع. فعندما قلت أنا نذير أتت النون الأولى من أنا وبعدين من نذير، خطا لا يلتقيان لكن لفظا يلتقيان، لذلك اقتصرت على قولي أو خطا لا لفظا، ولم أقل مثلا أو لفظا لا خطا مثلا. فهمتوا؟ لو قلت لفظا لا خطا لدخلت معي أنا نذير، ولكن لا إدغام فيها لأحد. فقال أهل العلم في التعريف مثل ما ذكرت لكم أن يلتقي، شرط الإدغام يعني عفوا، أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا أو خطا لا لفظا، أو خطا لا لفظا. والإمام نعم رسم المصحف أكيد، لأن مثلا هاء الكناية التي ذكرنا الصلة فيها إنه هو، هذه لم تكن موجودة في سواد المصحف، هذه مما زيد فيما بعد في الضبط. نعم من باب الضبط. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في متن الطيبة التنوين، تنوين ماذا؟ لا التنوين مانع من الموانع، سنرى إن شاء الله، ما ذكرت لكم فقط، بل هو مانع. طيب المهم، قلت هنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر في متن الطيبة، طيبة الناشر، الشرط والسبب معا، فقال إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان. إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، فأتى بالشرط وهو الالتقاء خطا، ولذلك أنا قلت خطا ولفظا أو خطا لا لفظا، وأتى أيضا بالسبب وهو التماثل التجانس التقارب، مثلان جنسان مقاربان. طيب هناك سؤال، ولو اقتصرنا على التقائهما خطا فقط ألا يكون كافيا؟ أنا أزيد مزيد البيان الآن، يعني لو سكت أخشى أن يكون في الكلام لبس، لذلك أوضح أكثر فأقول خطا ولفظا أو خطا لا لفظا. ولذلك الإمام ابن الجزري اقتصر عليها وبعدين يأتي الشرح عندما قال إذا التقى خطا محركان، لكن مزيد البيان فيما بعد يوضح. فهمتم؟ نعم. نون التنوين مع النون المتحركة أليس لفظا لا خطا؟ لفظا لا خطا ما بها، أنا قلت خطا لا لفظا، فلفظا لا خطا لا تدخل معي إذا. وأنا قلت الآن يعني أنا نذير، المثال أنا نذير لفظا لا خطا، ولذلك لا تدخل معي أيضا. سنأتي على نون التنوين أو التنوين بصفة عامة، يعني سنتحدث عنه لأنه من الموانع مثل ما ذكرت. طيب الآن حتى لا أطيل عليكم، الناظم رحمه الله تعالى قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. ودونك الإدغام الكبير، دونك هو اسم فعل بمعنى خذ، ويؤتى بها عادة عند العربي للإغراء، أو مثلا يحض على فعل شيء معين، يقول دونك كذا وكذا. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ودونك الإدغام الكبير وقطبه. اعتمد هنا عبارة جميلة، قال قطبه. ما هو القطب؟ القطب عادة هو الحديدة السفلى للرحى التي تدور عليها، يعني قطب رحى هذا الأمر يريد أن يقول، فلك هذا الأمر الذي يدور حوله كل شيء في هذا الباب عمدته، من يقدم في هذا الباب هو أبو عمرو. قال أبو عمرو البصري فيه تحفلا. ما معنى تحفلا؟ العرب تقول تحفل الضرع باللبن، أو تحفل اللبن في الضرع، صح هذا وهذا، يعني يجتمع فيه. فاجتمع الإدغام الكبير عن أبي عمرو البصري. أين؟ في هؤلاء القراء السبعة الذين من أجلهم أتى بهذه المنظومة المباركة. وإلا لو تدبرت وتمعنت في تاريخ القراءات ستجد أن الإدغام الكبير ورد عن أبي عمرو البصري
وورد أيضا عن ابن محيصن، وورد عن الأعمش، وورد عن الحسن البصري، وورد عن يعقوب الحضرمي الذي سيذكره بعدين ابن الجزري في متن الدرة. تمام. لكن من اشتهر من القراء السبعة كما قلت الذين من أجلهم نظم هذه المنظومة المباركة هو أبو عمرو البصري، فكان مدار الإدغام عليه، واجتمع هذا الإدغام وانحصر فيه، لذلك قال فيه تحفل، فيه تحفل. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله تكون المسألة واضحة للجميع. نعم. طيب، من عنده سؤال قبل أن أواصل فليتفضل، بارك الله فيكم. زلنا في مسألة التأسيس إن شئنا. لا لا لا، ليست تحفل تصدر، يعني اعتبارها عند العرب ما هو واضح للجميع والحمد لله. هناك لا، هناك من سأل أما فيه غيب في السبعة لكن في العشرة فيه إمام يعقوب. نعم، والبقية في القراءات الشاذة، في القراءات الشاذة. طيب، آمين، جزاكم الله خير. ممتاز. هناك الآن سؤال يطرحه عادة طلبة العلم دائما يعني، وأنا يعني مجهز حالي على هذا السؤال. وهو: هل اختص أبو عمرو البصري بالإدغام الكبير، أو هو للسوسي فقط؟ الأخت سألت: البصري يفيد أنه لرواين أو السوسي فقط؟ نعم. لا، عندما نقول انتبهوا، عندما نقول صاحب الباب فأنت تقول الآن أبو عمرو البصري، فهمتم؟ لا تقول مثلا الإمام حمزة عنده بعض المواضع، أكيد عنده، ولا إشكال عندي، ولا إشكال عندي، فهمتم؟ حتى الإمام حفص إن شئت فعنده مكنني مثلا. أتحجونني أصلها في من قرأ يعني بفك الإدغام، وهكذا. لكن كما قلت الآن، السؤال الذي معلوم سيسأل هو: هل السوسي فقط، هل السوسي فقط أو البصري براويه؟ طيب انتبهوا، لا تجيبوا مباشرة، لا تستعجلوا في الإجابة، لأن الكلام فيه تفصيل كبير جدا. وأنت الآن مباشرة تقول ماذا؟ السوسي، لا أبو عمرو البصري، الدوري، لا لا، ما يأتي هذا الكلام هكذا، يجب أن نبين المسألة. فهمتوا؟ طيب، ركزوا معي بارك الله فيكم. قال الإمام الداني، الإمام الداني، يا الله ما دخل طيب وأبو عمرو، ركزوا معي بارك الله فيكم. قال الإمام الداني في كتاب التيسير: اعلم. أرى أن الكل يفيض ما عنده، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه، كل يدلي بدلوه عفوا. ليست أي معلومة تفيد في هذا الباب الآن، لأنكم عندما تقولون مثلا الدوري اقتصر على موضع واحد فقط مثل ما أرى، ويقول البعض لا البصري كله برويه وكذا، هذا خلاصة بحث قام به أهل العلم. فقبل أن نشرع في الكلام يجب أن نأخذ ما قاله أهل العلم. ركز معي. قال: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة. ما معنى هذا الكلام؟ بداية أعيده: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أدرج عفوا قراءته أو قرأ بالإدغام، تمام، لم يهمز كل همزة ساكنة. يعني الكلام الذي أذكره الآن، قال: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج، أو أدرج يعني أظهر، ليس الإدراج والسكت مثل ما أخذنا من قبل،
لذلك لا تحاكم المتقدمين بعبارات المتأخرين، انظر ما هو السياق الذي من أجله وضعوا هذا المصطلح، وحينها احكم على ما قاله. فقال هنا إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته يعني أظهر، ثم أتى بالعكس قال أو قرأ بالإدغام، ماذا يفعل؟ لم يهمز كل همزة ساكنة. هذا الكلام لأبي عمرو البصري. فكلامه يفيدنا في ثلاثة أوجه. نستطيع أن نستقي من كلامه ثلاثة أوجه. ركز معي فيما أقول. أنا أود بصراحة أن أضع لكم النص أمامكم. طيب، لكن اصبروا علي فقط. من المفروض يكون عندي كتاب التيسير. ابقوا معي هكذا. سأتيكم بكتاب التيسير و يعني أضع عليه الشرح أفضل. نعم، التيسير ممتاز. طيب، صبرا يا جماعة، بارك الله فيكم، حتى يعني يكون الكلام أوضح بالنسبة لكم، لأنها قد يصعب عليكم متابعتي. لا 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 عليك يا أخي رمزي، فقط سأضع الكتاب أمامكم ربحا للوقت، وحتى يستطيع الكل يتابعني بطريقة جيدة إن شاء الله. اللهم المستعان. أنا من المفروض كان من الأول أضع هذا في الحسبان، لكن كما رأيتم يعني ما دخلت متأخرا إلا لبعض المشاكل. طيب، نعم أظن هذا هو 131. نعم، اصبروا علي بارك الله فيكم. نعم، هذا لو وجدتها أصلا، ومن وجدها فيستطيع أن يضعها بارك الله فيكم على الشاشة. هنا كما رأيتم فيها إشكالية. طيب، النسخة التي عندي غير جيدة، اللهم المستعان. صفحة 36، لكن أي نسخة أخي رمزي؟ في أي باب بارك الله فيك؟ لأن ذهبت لباب الإدغام الكبير ولم أعثر عليها، والنسخة التي عندي محققة، فلعلها كانت يعني. طيب، سأتابعك من هنا. في آخر الباب بدايته، لا أتذكر الآن. لو وجدتها قل لي فقط في أي باب تحديدا حتى أخوها. طيب، ما في إشكال، لعلي أجدها مرة أخرى أو المهم. أعيد. قلت الإمام أبو عمرو الداني قال في كتاب التيسير، قال: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة. قلت هذا يترتب عليه ثلاثة أوجه. ما هي؟ إما أن يقرأ بالإدغام مع الإبدال، إما أن يقرأ بالإدغام مع الإبدال. طيب، الإدغام مع الإبدال مأخوذ من قوله قرأ بالإدغام لم يهمس، أو قرأ بالإدغام لم يهمس. ما معنى لم يهمس؟ يعني سيقرأ بالإدغام مع الإبدال، سيبدل لا يهمز. تمام؟ وهذا هو مذهبه أصلا. والوجه الثاني، عفوا، لما يكتب أحد
حتى تبقى الكتابة موجودة. اعلم أنا أبا عمرو. فيعني لو توقفون الكتابة بارك الله فيكم، إدارة جزاكم الله خير. قلت الإدغام مع الإبدال هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي نستقيه من هذا الكلام هو الإظهار مع الهمز، يعني العكس، إدغام مع إبدال ضد إظهار مع همز، وهذا يؤخذ من الضد. هذا يؤخذ من الضد. قلت لك إما إدغام مع إبدال، لأنه قال أو قرأ بالإدغام لم يهمس، يعني سيقرأ بإدغام مع إبدال. الوجه الثاني ما يكتب أحد بارك الله فيك، ما يكتب أحد. الوجه الثاني إظهار مع همس مأخوذ من الضد. الوجه الثالث إظهار مع إبدال، وهذا مأخوذ من قوله إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمس، يعني أو أدرج لم يهمس أو أظهر لم يهمس، يعني إظهار مع إبدال. الكلام هذا نستقي منه ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو ماذا؟ هو إدغام مع إبدال، الثاني إظهار مع همز، والثالث إظهار مع إبدال، مأخوذ من هذا الكلام الذي ذكرته الآن. تمام يا جماعة؟ الإدراج يفهم منه الإظهار لأنه عطفه على الإدغام الآن بأو، ولا يتصور عقلا أن يكون يعني عندي شيئين متضادين. والإمام الشاطبي عندنا دليل آخر في الشاطبية يقول فيه ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملة. يعني من هو صاحب الإبدال؟ هو الإمام السوسي. الإدغام مع الإبدال، الوجه الثاني إظهار مع همز، الثالث إظهار مع إبدال. أين سنضع الآن السوسي؟ قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه. وعندك ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. فالإمام السوسي إذن له إدغام وإبدال. كيف تكون قراءة الدوري؟ كيف تكون قراءة الدوري؟ ستقرأ بضدها، إظهار مع همز، لأن الإظهار مع الإبدال هذا الوجه سكت عنه الشاطبي ولم يختره، ما سماه أصلا. فقال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. ومن قبل قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. فلم يبقى معي إلا وجهين فقط، الوجه الأول إدغام مع إبدال، والثاني إظهار مع همس. أما الذي يدغم عفوا الذي يبدل فهو السوسي. فمن الذي سيأتي بإدغام وإبدال؟ هو السوسي. والإظهار مع الهمز لمن؟ للإمام الدوري. الإظهار مأخوذ الآن من كلام الداني في التيسير، ما قلنا اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج يعني أو أظهر، تمام، أو أظهر أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة. فالهمز فهم بالضد، والإظهار أخذ من ماذا؟ أخذ مما ذكرناه الآن من كلام أبي عمرو في التيسير. فصار عندي إظهار مع همز للإمام الدوري مثل ما ذكرته الآن، وإدغام مع إبدال للسوسي. لا ما دخلي في الطيبة، ما دخلنا في الطيبة أخي أحمد. تفرعت الطرق وانتشرت حينها، نحن نتحدث فقط عن طريق واحد مثل ما ذكرنا من قبل. فلو تجاوزناه فقد يعني نبطل وجها ونقول هذا الوجه غير مقروء به، وهو مقروء في الطيبة كما هو معلوم لمن يعني أخذ بعلم القراءات وفهم مسألة الطرق. ولذلك نحن نتكلم على على طريق واحد ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير، لأنه يتحدث عن طريق واحد في كتاب التيسير فلا نتجاوزه. فهمتم؟ يعني ما الذي بقي معي الآن من هذه الأوجه التي ذكرتها؟
إدغام مع إبدال وإظهار مع همز. ما دام الإمام الشاطبي قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه، ثم قال من بعد ذلك قال ويبدل للسوسي كل مسكن، انتهى. تمام؟ نعم. الإظهار والإبدال قلنا هذا الوجه مسكوت عنه عند الإمام الشاطبي ولم يختره أصلا، ما ذكره. فما اقتصر عليه الإمام الشاطبي هو الذي نقل في الإقراء، وهذا ذكره الإمام السخاوي نقلا عن شيخه. لذلك نحن اقتصرنا فقط على هذه الأوجه الثلاثة، ولم نأخذ الوجه على الوجهين فقط، ولم نأخذ الثالث لأنه مسكوت عنه. فقال هناك إدغام وإبدال، إظهار وهمز، وهذا الذي كان يقرئ به الإمام الشاطبي. هذا من؟ تلميذه الإمام السخاوي. بقي الآن كيف نعزو هذا الوجه لصاحبه، لأي راو؟ هل للسوسي أو للدوري؟ هل للسوسي أو للدوري؟ غير معمول به. نعم، هذا الذي ذكرته مسكوت عنه، يعني غير موجود عندي الآن في الحقل القرائي من الشاطبية إن شئت. فبقي معي كما قلنا لو ضممنا الأدلة مع بعضها سواء من الشاطبية أو من التيسير، فحينها سيبقى معي ماذا؟ سيبقى معي الإدغام مع الإبدال للسوسي، لأن الذي أبدل هو السوسي، ويبدل للسوسي كل مسكن. إذا ضمنت له من قرأ بالإدغام فتكون للسوسي قراءة الإدغام مع الإبدال. والذي لا يبدل يعني يهمز هو الإمام الدوري مع الإظهار الذي هو موجود عندي الآن في كلام الداني في كتاب التيسير. فصار عندي إدغام مع إبدال للسوسي، وإظهار مع همز للإمام الدوري. وهذا كما قلت الذي اقتصر عليه الإمام الشاطبي ونقل عنه تلميذه الإمام السخاوي هذا الكلام. من أخذ بظاهر الشاطبية، اسمع الكلام الآن، من أخذ بظاهر الشاطبية قال أبو عمرو البصري يقرأ بالإدغام الكبير، يعني الدوري والسوسي كلاهما، الدوري والسوسي كلاهما، فهذا الذي يقرأ بظاهر الشاطبية. لكن كما قلت الآن المقروء به مثل ما عندكم في المغرب. نعم، يعني هناك البعض يأخذ بظاهر الشاطبية عندكم، ويعني اللي هي قضية ليست مغاربة ومشارق الآن، قد يشيع هذا الأمر عند فلان دون علان، أو في قطر دون غيره. لكن المسألة من يأخذ بظاهر الشاطبية هو الذي قال بهذا الكلام. من تتبع جمع الأدلة مع بعضها ينسبها للسوسي فقط. وعندما تقول طيب سؤال الآن، عندما أقول أنا ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، وأنسب هذا للإمام السوسي فقط، هل أنا أخطأت أو خطأت الإمام الشاطبي؟ طيب سؤال، هل السوسي عن من أخذ هو أصلا؟ بأي قراءة يقرأ؟ أليس يقرأ بقراءة أبو عمرو البصري عن يحيى اليزيدي؟ المهم قراءة أبو عمرو البصري، يعني هو أخذ عن أبي عمرو البصري. فعندما قلت لك ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، وكأني قلت لك السوسي فيه تحفل. هي لأن هذا أصل وهذا فرع. فالإمام السوسي ما نقل إلا قراءة أبي عمرو البصري دون غيرها، يعني اشتهر بها. وعليه فعندما أقول لك ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، وضممت الأدلة مع بعضها، وجدت أن الإمام السوسي هو الذي اختص بهذا الباب، وهو الذي يعني تفرد به دون سواه من القراء السبعة. فالإمام السوسي هو الذي ينسب إليه إذن الإدغام الكبير دون الإمام الدوري. من أخذ بظاهر الشاطبية يعني يخالفني الكلام الآن ويقول لا، الإمام الشاطبي لو أراد أن يقول، وهذا مذهب الظاهرية شئنا حتى في الفقه، لو أراد أن يقول السوسي سيقول السوسي، ما دام هو قال أبو عمرو البصري فأبو عمرو البصري براويه فقط ويسكت، لأنه ما عنده كلام آخر. لكن قلت لك الإمام السخاوي نقل عن شيخه من؟ الشاطبي الذي نتحدث عنه الآن. فلماذا نطيل الكلام؟
كثيرة. المسألة بعدين مسألة سند وكذا وتلقي وكيف أخذ، هذه حينها يعني لا ندخل فيها. لا والله الكلام واضح يا أخي أحمد، حتى لو لم يذكر الإمام الشاطبي هذا الكلام، حتى لو لم يقل السوسي، لأن عنده تلاميذ، أبرز تلامذته والذي كتب شرح المتن يعني الإمام السخاوي صاحب فتح الوسيط. وعليه فالإمام السخاوي عندما تكلم قال الإمام الشاطبي اقتصر على هذين الوجهين، هذا هو فقط المنقول، والذي صح في تعليمه في تدريسه هو هذا. لا أدري أي سؤال طرحته بصراحة يعني تكلمت كثيرا، فهمتم؟ فدائما نحن نحتاج إلى شرح لفك ألغاز المتون، وهذه الشروح أجمعت تقريبا على ماذا؟ على أن الإدغام الكبير ينسب للسوسي. وضحت المسألة إن شاء الله، وإن كان يعني هي واضحة بالتلقي، لكن أردنا أن نؤصلها علميا بداية، لأن الكلام فيها دائما فيه لغط وفيه كلام طويل. عمدة الكلام كله على ماذا؟ على ما ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير. لو فهمتم كتاب التيسير ما قاله الإمام أبو عامر، وضممنا الأدلة بعضها إلى بعض، لأنه قال سيبدل. من الذي يبدل؟ أنت نسبت هنا الشاطبي وحده قال ويبدل للسوسي. متى أسلم لك في هذه المسألة أن فيه لبس ويعني المسألة غير واضحة وكذا؟ لو قال الإمام الشاطبي ويبدل للشاطبي الله المستعان، ويبدل للبصري كل مسكن من الهمز، لو قال هذا الكلام حينها ما نستطيع أن نزيد على ما قلناه إلا الله أعلم ونسكت، وفي كل الحالات الله أعلم. اللهم امين وإياكم. يعني لو قال هو يبدل للبصري كل مسكن من الهمز، حين سيصير عندي لبس. من الذي يبدل؟ أنت تقول مرة إدغام وإبدال، طيب هو نسب الإدغام في كتاب التيسير لأبي عمرو البصري، وبعدين ماذا فعل؟ قال ويبدل للسوسي ويبدل للبصري مثلا، فالإبدال أيضا للبصري. حينها قد أعمم وأقول الإدغام الكبير أتى من الروايتين، لا من رواية السوسي فقط. لكن هو وضح قال ويبدل للسوسي كل مسكنا. من الذي اختص بالإبدال؟ هو السوسي. فإدغام مع إبدال لا يكون منسوب إلى السوسي، وهو الذي فعله أصلا، يقرأ بإدغام وإبدال، فلذلك الإدغام الكبير نسب إليه. أما الذي قرأ بالإظهار والهمس فهو الإمام الدوري. أكيد كما ذكرنا هذا في بداية الدورة، عندما قلنا الإمام الشاطبي اطلع على ما كتبه تلميذه، ولذلك يعد من أهم الشروح شرح الإمام السخاوي فتح الوسيط، لأنه أودع فيه ما أراد أن يذكره الإمام الشاطبي تقريبا، لأنه تلميذ المباشر يعرف ماذا يريد وماذا أودع في هذا المتن. وثانيا أن الإمام الشاطبي كما قلنا اطلع على هذا الشرح، وقيل وضع عليه بعض يعني الملاحظات وكذا، فهذا يزكي شرح الإمام السخاوي. إن علم هذا الآن بقية الباب كله حفظ لبعض المواضع فقط، تفهم الأصل وتطبق. لذلك المسألة التي ذكرناها بداية وأخذت منا وقتا مهمة جدا، لأنها تؤصل للكلام، وحتى لا يبقى عندي هذا اللبس الذي كل مرة يعني نسأل نفس السؤال: هل الإدغام الكبير لأبي عمرو البصري براويه أو يقتصر فقط على رواية السوسي؟ فقال إذن ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. أمين وإياكم. طيب قلنا ثبت الإدغام الكبير الآن في كلمة واحدة، ركز معي، ثبت الإدغام الكبير في كلمة واحدة للمتماثلين. من أين أتيت بالمتماثلين؟ لأنه قال وما كان من مثلين بعدين، والأمثلة التي ضربها في هذا البيت الثاني من هذا الباب دليل على أنه متماثلين، الكاف في الكاف. فثبت الإدغام الكبير في كلمة واحدة في موضعين اثنين فقط عن أبي عمرو. يلا قل عن أبي عمرو من رواية السوسي، يصبح الكلام الآن
متزن. بداية في قوله تعالى في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم. نعم، فقال سيقرأ: فإذا قضيتم مناسككم. والثاني في سورة المدثر في قوله تعالى: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. نعم. هناك من توسع للأمانة العلمية، هناك من قال لا يقتصر فقط على هذين الموضعين، بل كل ما كان فيه متماثلا فهو يدخل في هذا الباب من باب الإدغام الكبير، يتحرك الأول ويتحرك الثاني كالعادة. فقال أيضا مثلا: جباههم بشرككم تجري بأعيننا، بأعيننا بشرككم، يقول بشرككم. جباههم تصبح جباههم، وأنت يعني صار على هذا النحو. تمام. لكن هذا الكلام لا يعول عليه وهو متروك، بل في هذه المواضع التي ذكرتها الأخيرة لا يوجد إلا الإظهار فقط. تمام. فيقتصر فقط على ما ذكرته، موضع سورة البقرة والموضع الثاني سورة المدثر. ففي كلمة عنه، ففي كلمة، يعني لم يرد الإدغام الكبير في كلمة واحدة عن أبي عمرو البصري من رواية الإمام السوسي إلا مناسككم صارت مناسككم، وما سلككم صارت ما سلككم، وباقي الباب، ممتاز الكلام هذا، قال: وباقي الباب ليس معولا، لا يعول عليه. وخيرا فعل، لأن كما قلت هناك من توسع في الباب وقال لا، كل ما يكون عندي متماثلان من كلمة واحدة. فالإمام الشاطبي أغلق الباب تماما. طيب، ثم قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما، يعني بعد أن أنهيت لك ما ورد في كلمة واحدة سأنتقل الآن إلى ما ورد من كلمتين. فقال: وما كان من مثلين في كلمتيهما، يعني هذا الباب الذي أو الفصل الأول من هذا الباب الكبير، باب الإدغام الكبير، فسأذكر لك فيه فقط المتماثلين. تمام. أما ما كان من باب المتجانسين المتقاربين سأذكره في الفصل الثاني الذي ذكرته من قبل، تتمة الأبيات 42. الآن انتقل، قلنا لما كان من كلمتين، قال: وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. فلا بد من إدغام ما كان أولا، يعني مهما ورد حرفان متماثلان في كلمتين، بمعنى في كلمتين يعني الأول يكون في آخر الكلمة الأولى والثاني يكون في بداية الكلمة الثانية. قال: فلا بد من إدغام الأول في الثاني، فلا بد من إدغام ما كان أولا. ثم ضرب أمثلة، قال: ك، والكاف هذه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. قال: كيعلم ما، كيعلم ما، يعني إن شئت اقرأ بهذه الطريقة. سأخذ لون آخر، انظر: كيعلم ما، ونجعل فاصلة، فيه هدى، فاصلة أخرى، طبع على، فاصلة أخرى، قلوبهم، وطبع على قلوبهم، لا، لو أجعل هكذا، العفو وأمر. ضرب 4 أمثلة. تمام. وركز معي، الإمام الشاطبي قلنا إمام بديع وهو فلتة في زمانه، عندما ذكر هذه الأمثلة يقصد شيئا معينا، لم يضرب أي مثل يعني وهكذا يمر، لا، أتى لك ب4 أمثلة. وانتبه، لماذا؟ لأن هذه الأمثلة هي عمدة هذا الباب، وقد استوفت الحركات الثلاث. ما معنى هذا الكلام؟
انظر، يعلم ما فقد سبق الحرف المدغم متحرك. قلنا المدغم هو الأول والمدغم الفيه هو الثاني، يعني الميم سبقها ماذا؟ يعلى، اللام مفتوحة متحرك. وقال لك فيه هدى سبق الحرف المدغم، يعني دائما الحرف الأول حرف مد ولين وهو الياء المادية، طبع على نفس المثال مع يعلم هو نفسه، تمام. والأخير والعفو أتى بساكن صحيح قبل الحرف المدغم، تمام تمام. يعلم ضمة، فيه كسرة، العفو فتحة، طبع على فتحة أيضا، فهو أتى أيضا بالحركات كلها. فالأمثلة التي ضربها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مقصودة، يعني لم يأتي بأمثلة هكذا. لو أنا قلت لك لأحدكم قد يأتي بجميع الأمثلة بنسق واحد فقط، وأنا منكم سنفعل هذا الشيء. لكن الإمام الشاطبي هذه الأمثلة كانت منوعة بطريقة جيدة. تمام تمام. واضح يا جماعة الجميع كيف أتت هذه الأمثلة مستوفية لما أراده؟ وهذا إذا تدبرت الأمثلة. يجب أن يعني تنظر نظرا جيدا، تتمعن النظر في الأمثلة حتى تفهم ما يريد أن يقوله. قال يعلم ما، وبعدين قال فيه هدى طبع على قلوبهم، ثم قال العفو وأمر، خذ العفو وأمر، فأتى بالإدغام كيعلم ما، يعني إيه عفوا قلت يعلم ما فيه هدى طبع على قلوبهم العفو وأمر. وسنرى وجها آخر بعدين ليس الآن. طيب قال تمثل ثم أعطاك، لا اقرأ عادي أخيرا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثل. نعم. طيب مثالين الفتح لماذا؟ لأنه قال طبع على والعفو، يعني مرة متحرك ومرة ساكن صحيح، كما قلت لك نوع، هو ينوع الآن. ثم قال إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، يعني هنا ماذا يفعل؟ يعطينا موانع الإدغام، موانع الإدغام. فقال لك موانع الإدغام في المتماثلين من كلمتين: إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. ثم بدأ بالتمثيل، قال ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. نفس الكلام يجب أن تقرأ بهذه الكيفية: كنت ترابا أنت تكره واسع عليم تم ميقات. هكذا تقرأ، يعني لا أتكلم طريقة أدائها، لا، يعني الأمثلة كأنك كنت ترابا فاصل، أنت تكره فاصل، واسع عليم فاصل، مع بعضها. وهذا لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. من أين أتيت بها؟ قال إذا لم يكن تا مخبر. ما معنى تا مخبر؟ يعني متكلم. كنت ترابا، يا ليتني كنت، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أو مخاطب، أنت، تاء هنا ماذا؟ تاء المخاطب، أنت تكره. أو المكتسي تنوينه واسع عليم، واسع عليم. ثم قال أو مثقلة تم ميقات، مشدد يعني. لذلك قلت لف ونشر مرتب، ذكر 4 موانع وبعدين أتى بالأمثلة موافقة لنفس الترتيب، لم يكن مغيرا.
فهناك لف ونشر مرتب ولف ونشر أحيانا غير مرتب، وهو موجود في كتاب الله تعالى، وهو موجود في كتاب الله تعالى في قوله تعالى آه آه لا عليكم، لا يعني تجاوزت الآن، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. نعم قلت لكم كيف قلت؟ نعم في كتاب الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بداية ماذا؟ فأما الذين اسودت، يوم تبيض وجوه وتسود، لكن بعدها بدأ فأما الذين اسودت، لف ونشر غير مرتب. أمين وإياك. نعم ثم أتى وأما الذين ابيضت، هذا غير مرتب، واللف والنشر مرتب في قوله تعالى في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا ففي الجنة. فشقي سعيد، بعدين شقي، يعني تكلمنا على الشقي بداية ثم على السعيد ثانيا. فهذا لف ونشر مرتب، والأول في سورة آل عمران لف ونشر غير مرتب. طيب هنا عندي لف ونشر مرتب، فقط لي يعني مزيد التوضيح حتى يكون الكلام واضح إن شاء الله. ثم يلا يا جماعة، نعم موجود في كتاب الله تعالى كما قلت بعض الأمثلة. قال هنا إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب، يعني موانع الإدغام، إدغام المتماثلين أن يكون المدغم تاء متكلم تاء مخاطب منونا أو مشددا يعني تكون هذه أيضا واضحة. عندي أنا أظن موانع الإدغام عندي، نعم موانع الإدغام هي هذه، نعم، وهذا من باب الاتفاق، هذا اتفق عليه، وهو أن يكون المدغم تاء ضمير، أو لعلي أنهي الثانية وأعود أفضل حتى تكون يعني مثلا وضحت لكم. ركزوا. قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجمل. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، أين؟ في سورة لقمان في قوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. يعني لو أنا أخذت الآن بما ذكرته الآن بالإدغام كيف سأقول ومن كفر فلا يحزن كفره، صح أم لا؟ لو أنا أخذت بما ذكرته الآن، لكن ما تقرأ هكذا. قال وقد أظهروا، هنا بالإظهار قرئت. لماذا؟ لأنك أتيت بالإخفاء. قال إذ النون تخفى قبلها، قبل هذا الإدغام كف في كاف هناك إخفاء للنون مع غنة، فالإخفاء تقريب من الإدغام، يعني كأن الكاف مدغم فيها كأنها، فتكون كالحرف المشدد هنا، يعني يحزنك كفره. فقالوا هنا كأنك تأتي بالتشديد، والحرف المشدد الذي ذكرناه التشديد هنا أو مثقل من موانع الإدغام، من موانع الإدغام. لذلك قالوا أن علة الإخفاء هنا قوة الإظهار في تاء المتكلم أو المخاطب. هل رأيت ماذا فعلنا الآن؟ عندما قلت لك كنت ترابا لم تقل كنت ترابا. عندما قلت مثلا أنت تكره لم تقل أنت تكره. فقالوا الإخفاء يقوي الإظهار، وهذا الذي فعله سواء في تاء المتكلم أو تاء المخاطب، فصارت من المستثنيات، فصارت من المستثنيات. وقد أظهروا هنا الضمير الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، نعم موضع واحد، الضمير الذي ذكره الناظم هنا يعود على سائر أهل الأداء سواء كان ذلك من المشارقة أو المغاربة، يعني المسألة محل اتفاق. فذكر الإمام ابن غلبون هذه المسألة، ذكرها الإمام الداني، جزم بها الإمام الشاطبي، فلذلك صارت محل اتفاق. وعليه الآن نأخذ موانع الإدغام
هي أن يكون المدغم تاء ضمير. عندما أقول تاء ضمير إما أن تكون تاء متكلم ككنت متكلم مثل كنت ترابا، أو تاء مخاطب أفأنت تسمع، أو أن يكون مشددا فتم ميقات ربه، أو أن يكون المدغم منونا واسع عليم. هذه الأربعة التي ذكرها، وأضف إليها موضع سورة لقمان تحديدا. لماذا؟ قلنا لأن هناك إخفاء، أخفيت النون قبل الإدغام، فالإخفاء قوى الإظهار ولم نأتي بالإدغام. هذا مما وقع عليه الاتفاق، وهناك ما كان فيه اختلاف، ما كان فيه اختلاف. قال وعندهم الوجهان في كل موضع. هل رأيت عندما فهمنا الكلام الأول ما يأتي بعده كله سهل؟ البيت الأول أخذنا فيه تقريبا نصف ساعة، ما تبقى تقريبا يعني ثلث ساعة أو أقل. قال وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. ما معنى أيضا هذا الكلام؟ قال لك جاز وجهان، يعني فيه اختلاف، لا ليس فيه اتفاق مثل ما ذكرنا من قبل. يعني ما هو الاختلاف؟ سيدور بين أمرين اثنين، بين إدغام ونقيضه، يعني الإظهار، بين إظهار وإدغام. فجاز الوجهان إذا التقى مثلان. متى؟ بعد حذف حرف علة، لأن قال لأجل الحذف فيه معللا، المسألة فيها تعليل هنا، لأجل الحذف فيه. قال وعندهم الوجهان في كل موضع، أي حيث مرض، تسمى لأجل الحذف فيه معللا. ثم قال كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا. طيب عالم طيب الخلا يعني حسن الحديث غزير العلم، وهو الإمام السوسي، يعني ورد عن الإمام السوسي، ورد عن الإمام السوسي. هذه الكاف يا جماعة ليست للتمثيل، هذه تسمى بالكاف الاستقصائية، الكاف الاستقصائية، لأن هذه فقط هذه الأمثلة التي وردت في كتاب الله تعالى، لا توجد أخرى. نعم، على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر، لا. الأولى عندما قال كيعلم ما فيه أو ككنت ترابا، فهو يعطيك أمثلة وقس عليها ما شابهها. هذه لا، هي هذه ثلاثة. الأول في قوله تعالى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا، والثاني وإن يك كاذبا أين؟ فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم، نعم سورة غافر. يخلو لكم أين؟ يخلو لكم وجه أبيكم في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آل عمران، غافر، يوسف. نعم هذه المواضع الثلاثة. من الذي قال بالإدغام؟ الإدغام منسوب لمن؟ ابن غلبون والمالكي، وذكر الداني وابن البادش أنه مذهب أبي بكر الداجوني. هذا وجه الإدغام. من الذي قال بالإظهار؟ قال به ابن مهران، وذكر الداني وابن البادش أنه مذهب ابن مجاهد. واضح يا جماعة؟ نسبنا أو عزونا الآن الإدغام لمن قاله والإظهار لمن أتى به، وقلت لك أنها هذه فقط الأسماء التي ذكرتها، المواضع التي ذكرناها فقط. أعيد: الإدغام قال به ابن غلبون والمالكي، وذكر الداني وابن البادش أنه مذهب أبي بكر الداجوني.
وقال بالأظهار ابن مهران، وذكر الداني وابن الباذش أنه مذهب ابن مجاهد وابن مجاهد. طيب الآن ما هو الوجه المقدم في المختلف فيه؟ سيأتي الآن الكلام فيها، اترك من هذا ما ذكر فيه وجهان أتينا به: الإدغام حملا على النظائر. نعم، ما زلت أخي أحمد أنا يعني أذكر بدايته. ثم ما يأتي بعده: ما هي العلة في ظهور وجهين هنا؟ إما مراعاة الأصل أو النظر للحال، أو النظر للحال. من راعى الأصل، من راعى الأصل قال في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. من شرطية، ما أتى بعدها مراعاة التاء مغلوقة، ما أتى بعدها فعل مجزوم، أصلها ومن يبتغي غيره، فحذفت الياء للجزم فصارت ومن يبتغي دون ياء مادية. فمن نظر للحال قال أنا عندي الآن ماذا؟ عندي غين مكسورة بعدها غين مفتوحة. انظر، غين مكسورة وبعدها غير، غين وغين، وعليه فسأقرأ بالإدغام: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عياذا بالله. ثم الوجه الثاني وهو وجه الإظهار، قال أنا أراعي الأصل، أصلها ومن يبتغي غيره، يعني عندي ياء وغين، أين ترى الإدغام الكبير؟ فقال أنا آتي بالإظهار. وقس على ذلك بقية المواضع: يخلو لكم، يخلو بالواو لكم، نفس الكلام. وإن يكو كاذبا، أصلها وإن يكن كاذبا، أصلها يكون، ثم سكنت النون، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون تخفيفا. أعد: يكو، وإن يكو كاذبا، أصلها وإن يكون يكون، الإدغام مقدم، تمام. أصلها يكون بواو ونون، سكنت النون، يكون عفوا، سكنت النون فصارت يكون واو ساكنة ونون ساكنة، حذفت الواو لالتقاء الساكنين يحذف ما سبق، ثم حذفت النون تخفيفا صارت يكو، وإن يك كاذبا فعليه كذبه. فالذي قرأ بالإدغام سيقرأ وإن يك كاذبا. لماذا قرأت بهذه الكيفية؟ قال أنا أراعي الحال. الذي نظر لأصل الكلمة قال وإن يك كاذبا بهذه الكيفية. نعم، وهذا يعني من باب التعليل. نعم. طيب، لا لا لا، ليس حسب كل علة يكون الوجه المقدم. أنا أعلل الإظهار لمن قرأ بالإظهار لماذا قرأ بالإظهار، وأعلل لأصحاب الإدغام لماذا قرأوا بالإدغام. ما هو المقدم عندنا؟ هو الإدغام حملا على النظائر، لأن الباب هذا كله في الإدغام، فمن باب أولى أن يقدم الإدغام على الإظهار، وهذا معمول به في تقديم الأوجه عادة، ليس دائما، عادة قلت. ثم قال ويا قوم ما لي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. ويا قوم ما لي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. إن شئتم أقف هنا أقف، لأن الكلام ما زال طويل بصراحة، وأنا أريد أن أستوفي الشرح واسعا أفضل يعني، وإلا سأضيف تقريبا ساعة إلا ربع، وهذا سيكون فيه إطالة عليكم كثيرا، وخاصة
أننا يعني أصلنا المسألة وأخذت منا وقتا في الأول. نعم، أقف هنا أفضل، بارك الله فيكم، لأني سأبدأ في الاختلاف، والاختلاف طويل جدا يحتاج يعني ذهنا صافيا أقول أفضل. لا، لأن أصل الإظهار لأن أصلها يكون كاذبا، فنقف هنا يكون أفضل بإذن الله. المرة القادمة نبدأ ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، ونرى فيها كلام، وخاصة ستأخذ منا يعني أيضا يئسنا، اللا يئسنا فيها كلام، ويلا يعني فيها تحتاج. نعم، نقف هنا بارك الله فيكم، والمرة القادمة بإذن الله تعالى يعني نواصل الشرح، ويكون فيه مزيد تفصيل ومزيد بيان حتى لا أرهقكم بالمعلومات. الباب دسم بصراحة، لأن باب الإدغام الكبير عادة يؤخذ بهذه الطريقة، يعني مباشرة أول ما يدخل من سيشرح يأتي فقط بالباب، يقول هذا منسوب للسوسي ويلا ينطلق، موانع الإدغام كذا كذا كذا، فبسهولة تستطيع أن تأخذ حتى ال 42 بيت إن شئت كله يعني، فيأخذ منا وقتا سهلا حينها. لكن تأصيل بصراحة تأصيل المسألة يكون أفضل حتى ترسخ المعلومة إن شاء الله للجميع. أكيد أكيد دورة أبي عمرو بن قابل مهمة في هذا الباب. الحمد لله. من كان عنده سؤال يقف أو يعطينا أسئلته مشكورا، لا وإلا نقف هنا إن شاء الله. الله يبارك فيكم الله. هذا من حسن ظنكم. نقف هنا. طيب، ما في أسئلة. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم ربنا أن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي سقت إلينا هذا الخير، وأن جنبتنا معاصيك في هذا الوقت بالذات يعني. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا كل سوء. اللهم اصرف عنا كل سوء. اللهم احفظنا واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين، واهد لنا أبناءنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واجعلنا عندك من المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم تقبلنا بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. رب اجازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحم جميع من علمنا. اللهم ارحم جميع من علمنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وثقل موازين حسناتنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تولى أمرنا وبرحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلداننا بالغيث النافع، وأغث قلوبنا بالصبر واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.